الظاهر يعني الاخ بن نواف مدير البطوله ورئيس اللجنه الظاهر صاجين الجماهير السعوديه فيه، اللي قطعت المدرجات عشانه. ظهر معاهم حق. انا بديت اقتنع ان الجماهير السعوديه معها حق في مقاطعه هذا الاتحاد واسلوبه، لانه راح صلح الاجراء ما صلح القرار. مو عيب ان القرار يتراجع فيه ويتخذ بشكل ايجابي، لكن العيب المكابره فيه، والان لا يشرفني امانه اتعامل مع اي واحد فيهم. انا ماني رئيس اتحاد القدم. اخيرا في هذا الموضوع عشان ما نفتحه من جديد، في حال انه دخل معك استاذ طلال وانت اصريت على الموضوع هذا، ما تخشى من عقوبه؟ عقوبه منه؟ الله سبحانه وتعالى؟ لا، اللجنه. انا ضيف المملكه، انا ضيف اتحاد القدم، وانا ضيف عيال بن سعود وضيف المملكه، واعرف هذول شلون يكرمون ضيفهم. اني انا اقول رايي عن الاتحاد، اقول لك اني انا ما اتشرف بهذا الاتحاد، وبعدين احتمي بقول بقياده السعوديه بآل سعود عشان انك انت تغلط علي، وبعدين للاسف الشديد ماني شايف لا الاتحاد يتكلم. انا كمان انا احمل المسؤوليه الرئيس العام لعادة الشباب الامير عبد الله بن مساعد، ليه ساكت؟ يعني هل انه والله ما عليه هو ما رضي اساءه للسركال وفي كلام عادي وعقوبه طبقت بالنظام وحط كل المسؤوليه على الاتحاد السعودي، ويا ريت كده وغلط على الاتحاد السعودي. طيب لابد انه يكون في اكشن عندنا، مو علشان شيء، عشان لا يعتقدوا انه والله العمليه هي بتصريحات وممكن انا اتجاوز الحدود وممكن اغلط على الاخرين وعشاني انا الشيخ احمد الفهد. لا يا حبيبي، الشيخ علي احمد الفهد هناك عندك، لكن هنا في هذا البلد لازم تحترم ان الاتحاد غلط فيه حقك، في عندك نظام، لكن تغلط وتقول هذا الكلام لا، مرفوض. انا ما اعتقد انه صار، وانا اتوقع هذا انه اول شيء يعني في ربط بالجمهور السعودي. ايش دخل الجمهور السعودي؟ انه معاه حق، معناها انت عمال تحرض الجمهور ان المباراه اللي جايه لا يحضرها، وكأنك لا تريد أي تطور للكرة السعودية ولا أي بطولة للكرة السعودية، واستخدمتها عشان يصير الخمسة دي اللي يعني أنا أعتقد أنت لو جيت تطالع متى المنتخب السعودي بدأ يسيء مستواه. أول شيء التصريحات اللي ضد الحكم، جلستك معاهم في هذا، أنا أعتقد أنك أنت عملت ضغوط كبيرة على اللعيبة. ولو جينا نطالع هذا أعتقد يمكن اللعيبة نفسهم بيعطوا لك رسالة أرجو أنك تفهمها.